السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. الصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. طبعا احنا في اول الشهر الهجري محرم. بيبقى فيه العاشوره يوم 10 محرم. فانا النهارده قلت هعملها علشان ايه؟ بكره الولاد جايين عندي يوم الجمعه. فطبعا قلت ايه؟ اعملها وناكلها مع بعض. تمام. يمكن هي المفروض تقريبا يوم 10 ده هيوافق، مش عارفه، تلات يا اربع حاجه زي كده، مش فاكره بالظبط. فانا قلت هعملها ايه النهارده الخميس بالليل. قلت اعملها واحطها في التلاجة، وايه ان شاء الله ما يجوا بكره بعد الغدا ناكلها. خلاص. جبت ايه؟ نص كيلو قمح اللي هو اللي بيتعمل بليله. نقيتها ونقعتها بتاع 3 ساعات كده. وبعد كده حطيتها على البوتاجاز، خليتها تغلي شويه. زودتها ميه، خليتها غليت تاني لغايه اما ايه؟ تخليها تفشر كده، الحبايه تفتح. يعني حبايه القمحيه تفتح، تبقى عامله زي الفشار كده. تمام. بعد كده بقى ايه؟ هنضربها. هي ممكن ما تحطلهاش لبن على فكره، هي بتتعمل من غير لبن. لكن انا هحط لها ايه؟ لبن. ده كيلو لبن غليته وايه؟ هحطه. ده كيلو لبن. تمام. هنزل لسه شويه. شويه قشطه. بس كده. ماشي. بعد ما فشرت كده معاكي وحطيت لها اللبن، هضربها بقى بالهاند بلندر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اما تضربيها في الخلاط، يا في الخلاط يا بالهاند بلندر، اي حاجه. ريح شويه. يعني هي قربت خلاص، لان هي بصوا، هي متبقاش ناعمه قوي ولا خشنه، يعني تبقى معقوله شويه. بس كده حلو قوي. تمام. بس كده. هرجعها تاني، احطها تاني على النار. نحط لها بقى السكر، ونحط جوز هند، واحط فانيليا. عندي باكوين فانيليا اهو هحطهم. ونقلبها على النار، وبعدين نعملها بالنشا. طبعا تعمليها بالنشا. ثواني وهرجع لكم تاني. ايوه يا حبايبي، بحط السكر. مش عايزاها مسكره قوي. ها، انا زودتها شويه ميه، كوبايتين ميه كده، عشان هي كانت تقيله قوي. تمام. تمام. هحط شويه جبن صغيرين عشان ايه؟ يدوها ريحه بس كده وطعم.
هحضر لها كوبايه فيها معلقه نشا واحده، عشان ايه ما بحبهاش تبقى مزعلطه قوي، هي فيها اصلا نشا. تمام. انا لسه عايزه اشوف السكر بتاعها، نشوفها السكر بتاعها عامل ايه. تمام. وهحط لها الفانيليا بس لسه مش دلوقتي، قبل ما احط عليها شويه يعني. معلقه كبيره هرميه نشا، معلقه كبيره هرميه نشا. ماشي. دوبيها شويه ميه وتخليها ايه مستعده لما تغلي نحطها لها، عشان هي فيها نشا، القمح فيه نشا يا جماعه. تمام. فانا في اللي بيحب القرفه، في ده في ما بيحبش جوز الهند، في يعني كل واحد له مزاج. فانا ايه هحطها على الطباق، بس اللي عايز بقى ده ياخد، اللي عايز ده ياخد كده. لكن انا عن نفسي بحب الموارد جدا بصراحه، بحب الموارد وبحب القرفه، بحب كل حاجه الحمد لله. انا عامله شاي. مستنيها تغلي بس عشان ايه. طيب انا مش هنطولش عليكم، هقفل. ايوه يا حبايبي، انا كده خلاص اللي غليت اهي، حطيت الفانيليا وهحط النشا. غليت لها علشان بس هي تغلي واطفي. اهي كده خلاص. شايفين تقلت ازاي؟ شايفين بتبقلل ازاي؟ بس كده هطفي بقى. خلاص هتبرد بس شويه وبعدين اصبها، قبل اكون ايه شطفت ايوه يا حبايبي، انا هصب بقى في البولات اهو. تمام. اهو. بس كده. هخلص وارجع لكم تاني. ايوه يا حبايبي، اديني صبيت كل البولات وحطيت جوز هند وزبيب وقرفه. تمام. من هنا والشفا اللي ياكل. يلا كل سنه وانتم طيبين، واعملوها يلا. يلا. السلام عليكم.